السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله راح نعمل اسهل واسرع واحلى فريكاسي تونسي. محتاجين 280 غرام من الماء الدافئ، نحط له ملعقه كبيره من سكر، ملعقه كبيره من خميره الحلويات، نخليهم يتفاعلوا، بعدين نضيف لهم 3 معالق كبار من الزيت وحبه بيض. نخلط المكونات ونبدا نضيف الدقيق او الفارينه بطريقه تدريجيه. راح نضيف 500 غرام من لافارين. هنا ضفت ملعقه صغيره من الملح، ضفتها مع الفارينة، وبعدين راح نضيف كل الكمية ونبدأ نعجنها بالأطراف الأصابع بهذه الطريقة. لازم العجينة تاعنا تكون متماسكة. نغطيها ونخليها تخمر لمدة 30-45 دقيقة. بعدها ندهن الأصابع بالزيت. هذا حيساعدنا ان نحن نطلع العجينة بكل سهولة، لأنه العجينة تاعنا لازم تكون متلاصقة. هذا هو سر نجاح الفريكاسي. نحطه على طاولة العمل او الرخامه ونبدا نضيف له بطريقه تدريجيه اللافارين او الدقيق. هذا يساعدنا انه العجينه ما تلصقش في الرخامه. ونفتح العجينه تاعنا. السمك تاعها لازم تكون نوعا ما سميكه. نقطع العجين على شكل دوائر بهذه الطريقه ونحصل على حبات الفريكاسي. بعدها نخليها تخمر لمده 15 دقيقه ونروح على نار غزيره متوسطه نقلي حبات الفريكاسي تاعنا بهذه الطريقه. بعدها نبدا نحشيها. الحشوه محتاجين 2 حبات بيض مسلوقه، عندنا بطاطا مغليه مقطعه على شكل مكعبات، مايونيز، زيتون اسود، عندنا الكورنيشون اللي هو الخيار المخلل، والطونطونه، وطبعا الهريسه اللي مقدرش نستغنوا عنها في الفريكاسي. نحشي الخبزات بتاع الفريكاسي تاعنا بهذه الطريقه ونتحصل على احلى وانجح فريكاسي تونسي ممكن تاكليه.